دلوقتي في طريقنا السفر ان شاء الله. هقول لكم شويه معلومات كده واحنا في الطريق عشان تخمنوا احنا هنروح فين او احنا رايحين فين ان شاء الله. اقدر اقول لكم ان المصيف اللي احنا رايحينه ده مصيف العيله، ده اول مصيف طلعته وانا تقريبا عندي سنتين، فكده انتوا ممكن تكونوا عرفتوا انا طالعه فين. لا بجد بصوا فعلا ده مصيف العيله، واحنا كان وحشنا قوي ان احنا نطلع المصيف ده جدا. وعايزه اقول لكم كمان احنا وحشنا في المصيف ده اكتر حاجه الشوارع بتاعته، البيوت، شكل البيوت اللي هناك. بس اهل البلد بقى ما بيسموهاش شاليهات، اول ما اقول لكم هما بيسموها ايه انتوا هتعرفوا احنا رايحين على فين. ناس كتير منكم هتعرفوا احنا رايحين على فين. كانوا زمان بيسموها عشش، ولحد دلوقتي اهل البلد لسه بيقولوا عليها عشش. وانا هوريكم اللي هما بيقولوا عليها عشش شكلها عامله ازاي، انها تحفه جدا. وزي ما قلت لكم ده مصيف العيله، واحنا ما شاء الله المره دي فعلا بقالنا سنين كتير اول مره العيله كلها تطلع مع بعض كلنا يعني ما شاء الله. بس كل واحد بقى ايه يعني يكون قاعد في شقه لوحده، معانا بقى احنا مع بعض كده على مدار الفيديو ان شاء الله. نحب احنا نمشي زراعي، الزراعي احسن من الصحراوي بكتير. هسيبكم انا بقى وانام شويه دلوقتي عشان الواحد منامش من امبارح. السلام عليكم. عايزه اقول لكم ان انا وصلت، بس بصراحه كنت عايزه اصور الاول شويه كده، ولكن كنت تعبانه يعني الواحد فضى الشنط وخدت دش وريحت شويه، وقلت اكلمكم شويه كده. وشكلنا كده باذن الله هنبتدي اليوم من بكره. هنشوف بقى كل التفاصيل هنبتديها من بكره باذن الله كده ان شاء الله، لان دلوقتي الواحد كان فعلا تعبان من الطريق، وهخش انام واريح شويه. فايه اللي هيحصل؟ هنتقابل بكره باذن الله. صباح الخير. ده بقى النهارده تاني يوم. انا كنت بقول لكم عليه امبارح ما كنتش قادره اصور خالص، ولكن هو صراحه اليوم بتاع امبارح ما خدناهوش كله نوم، لا هو احنا نزلنا بعد ما نمنا اخر النهار كده متاخر شويه، ورحنا على البحر. يعني وحشنا البحر، عاوزين نشوف شكل البحر كده، بس رحنا بالليل. فهسيبكم لقطه صغيره كده صورتها لكم مع الاصوات الطبيعيه بتاعه البحر، ونرجع هنا على طول. انا بقى طبعا دلوقتي قمت لبست لبس البحر والطاقيه اللي بصوا غطسان انا فيها كده، علشان خاطر بحاول ان انا الاقي كل حاجه من الشمس. جبت نضاره كبيره برضو، حطيت بقى الصن بلوك بس. و هننزل بقى دلوقتي، هاخدكم دلوقتي وننزل عشان نشوف اول طلة على البحر كده بس بالنهار. بس انا اوريكم شنطه البحر. بصوا شكلها عسول قوي وجميل قوي. كان نفسي اصلا اجيب اللي هي الشفافه دي، كنت عايزه اجيب الحجم الاكبر من كده، بس هو ده اللي كان موجود. وجبت دي، والله جبتها مخصوص عشان خاطر الشنطه، ولو في شنطه مثلا وانا خارجه البسها واحطها فيها بيبقى شكلها حلو جدا. حطيت فيها حاجه البحر بقى، هاخد كام صوره حلوين كده على البحر. هاخدكم بقى دلوقتي وننزل نشوف اليوم بتاعنا النهارده هيبقى عامل ازاي. كده حلو قوي. النضاره اكلت نص وشي والطاقيه 3/4 وشي الحمد لله، وصن بلوك نحمي نفسنا بقى من الشمس كويس. ويلا بينا. تعالوا يا جماعه اوريكم دلوقتي الشاليهات اللي هما بيقولوا عليها عشش. هما بيقولوا عليها عشش لانها من قديم الازل كانت فعلا شبه العشش، فلسه اسمها كده. تعالوا اوريكم كده نبذه صغيره، همشيكم واحنا في الطريق برضو ثواني. بصوا دي مثلا كده اسمها عشه. عاوزه اقول لكم انها بالليل بيبقى شكلها تحفه، تحفه بمعنى كلمه خرافه.
الاضاءات بقى اللي هم بيبقوا عاملينها بتبقى باينه جدا بالليل، هتبقى جميله قوي. اوريكم شويه حاجات كمان واحنا ماشيين. لحظات اقتربنا من الشاطئ، احنا كده عمالين نقرب على البحر. داخلين على البحر. مش عارفه هو انا منبهره قوي كده؟ لا منبهره طبعا، لازم انبهر الصراحه، عشان لما دخلنا امبارح الدنيا كانت ضلمه. لسه الشماسي مقفوله، بس هنروح نفتح شمسيه ونقعد. دلوقتي بقى اللحظات الاولى اللي انا دايما كل مره بروح المصيف واشوف البحر كاني بشوفه لاول مره، ببقى فرحانه قوي ومبسوطه كده. هي دي اللحظه اللي انا مستنياها والله. مريت انزل امبارح ولا باللي رجلي عشان خاطر تبقى اول لحظه هي بتاعت بالنهار دي. الله الله يا جماعه الله. الحمد لله الموجه مش عاليه عشان دايما بيحذروا من الموجه. يعني تعالوا بقى دلوقتي نقعد ونتبسط كده. انا اهو واختي اهي. دلوقتي بقى يا جماعه، هو انا لو لسه ما قلتلكوش هو احنا فين، لسه ما عرفتوش. هو اكيد في ناس كتير منكم عرفوا. احنا في راس البر، مصيف العيله اللي كان وحشنا قوي وكان نفسنا ان احنا نجيه. هنقعد بقى دلوقتي. السلام عليكم. العيال فاكرين قناه كبيره ومشهوره، جايين يقولوا لي هنطلع معاكي. دلوقتي هو مش دلوقتي حالا، لا احنا وصلنا البيت من بدري جدا وريحنا، نمنا طبعا لان احنا صاحيين من بدري زي ما قلت لكم. بعد شويه هننزل وهنعمل شويه حاجات كده. اهم الحاجات اللي هنعملها النهارده هي اللي هوريها لكم بعد شويه، اللي انا عن نفسي مستنياها بفارغ الصبر، وهتبقى بالنسبه لي احلى حاجه في المصيف. بس هنفوق شويه كده وبعد كده نتقابل فيها على طول ان شاء الله. واخيرا يا جماعه اكتر حاجه كنت مستنياها في المصيف هي ركوب العجل. اخيرا رحنا كده زي ما انتم شايفين، كلنا اجرنا عجل وهناخد لفه كده. بس كنت خايفه امشي على الطريق بره، فحاولت ان انا امشي في الشوارع اللي حوالينا بعيد عن طريق العربيات. وهخلص معاكم بقى الفلوج ده، هنختمه باحلى حاجه فيه العجل. واستنوا باذن الله فلوج تاني مني نكمل فيه بقيه ايام المصيف. كان في واحد نسي نور ده جه متاخر ده. وسلام.